ضيفنا في حلقة اليوم هو الفنان المغربي إدريس الروخ، واحد من الوجوه الفنية اللي بصمات مسار التلفزيون والسينما المغربية بأعمال وأدوار متميزة. النهار اللي عشناه مع إدريس في إطار يومياته المهنية كان بمدينة مراكش، يوم طويل ومليء بالمواعيد والتنقلات داخل المدينة الحمراء، والسبب أن إدريس الروخ في إطار الإعداد لبداية تصوير فيلم تلفزيوني جديد. لقاءات، مواعيد وقلق متواصل طيلة اليوم عند إدريس الروخ، لكن اتصال واحد غيخرجوا من كل هذا الضغط. الو، لاباس الله يبارك فيك، شكون معايا؟ صافا اخويا، الله يحفظك، الله يبارك فيك. اخويا اش غنقول لك، التماره شويه التماره. الله يعاون اخويا، الله يعاون، الله يحفظك، الله يعاون. السلام عليكم. بعد هذا الاتصال إدريس الروخ عارف راسو غيخرج من مدينة مراكش، ولكن ما طيحاش على باله انه بعد ساعات غنكون كنتسناه في هذه المنطقة بالضبط. لا تاخذنا اخويا. الله يحفظك، الله يبارك فيك. يا رب الله. رحلة إدريس الروخ غتكون صوب مدينة ميدلت، على بعد حوالي 438 كيلومتر على مراكش، لقضاء ليلة واحدة، ثم بعدها غيلتحق بنا في مناجم أحولي المهجورة على بعد حوالي 24 كيلومتر من ميدلت. من بعد يوم متعب بمراكش، إدريس الروخ كيوصل لأحولي اللي كتبعد بحوالي 24 كيلومتر على مدينة ميدلت المعروفة بعاصمة التفاح. هذه المنطقة الجبلية اللي كتميز بتاريخ ومناظر طبيعية خلابة. أفين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك اودي سيدي. مرحبا بكم. بخير. لاباس عليك اسيدي؟ بخير. سي مولاي شرفين. هو اللي غيضيفك بخير ان شاء الله. وتعرفنا على المنجم والتاريخ ديالو. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. هذه ضيافة الله دابا هذيك. مرحبا بكم. الله يبارك فيك، الله يحفظك. الله بخير. الحمد لله. الله يبارك فيك. درتوا مع الجروات شوي. الحمد لله. اللهم لك الحمد. سي إدريس راه واجد. نعم. عرفتي متشوق يعرف. بعد اللقاء الأول إدريس الروخ مع مولاي اللي كيتعتبر واحد من قدماء عمال مناجم أحولي، غياخدوا هذا الأخير في زيارة لبقايا وآثار هذه المناجم. المناجم ديال أحولي تم اكتشافها وبداية استغلالها في عهد الحماية في الثلاثينيات من القرن الماضي. المناجم ديال أحولي واللي كتمتد على طول كيلومتر ونصف كانت كتعرف وجود جوج ديال الأنماط المعيشية، وهو مكان مقسم مناجم أحولي إلى نصفين، نصف مخصص للأجانب والإداريين وهو الجزء اللي كان كيمتاز بوجود جميع وسائل الراحة والترفيه من مسبح وسينما وكل ما كيوفر حياة الرفاهية، في حين كان الجزء الآخر عبارة عن قرية خاصة بالعمال المغاربة واللي كانوا محرومين من جل هذه الامتيازات اللي كانت موفرة للأجانب. غاب شويه ولكن شي بلايص خاويين. الخطر. حضيرات. واحد البنايه هادي. باغي نخليوك السي إدريس تكتشف هاد البدايه هاد البنايه شنو هي. ما نقولوليش اسي مولاي، ما نقولوليش. لا مولاي غادي نجبد. هذا راه تاريخ، هذا تبارك الله عليك، راك عارف عليه بزاف ديال الحوايج.
نقدر ندخل بعدا ندخل. زيد السي مولاي. شويه. هادشي هذا. خاصة مترو واحد 2 مترو والله 3 مترو تقريبا باش توصل للقاعة ديالنا. اجي هنا السي ادريس ونفكر مزيان. يا الله السي ادريس يفكر. هنا في هذا الوسط. اوقف هنا وفكر مزيان السي ادريس. هذه غتكون اما سينما اما مسرح. هذا غيكون مسرح واقيلا. لا ما عرفتش بلاتي. دابا ياك سولينا. تخيل راسك في داك التاريخ ترى دابا بالضبط. وكنشوف فيلم هنايا ديال شارلي شابلان ولا قبل منه، كنشوف لا بروجيكسيون، كنشوف الناس هنايا بزاف. راه الباب ديالها من الليل. عجيبه. عجيبة. زعما ما ما تقنعوا هادشي. حيت انكرويابل في هذه الوقيته في هذه البلاصه هذه بالضبط في 26 تكون سينما، والمغرب اللي حنا محتاجين دابا لي صال دو سينما مشاو لنا كاع لي صال دو سينما في المغرب. شوف من فوقاش التاريخ ديال السينما في المغرب كاين. شي احسن مولانا يمكن في هذه البلاصه اكتشف، يمكن اكتشف الضوء، اكتشفنا الجبال كلشي، ولكن سينما في وسط الجبال في 26. تخيل دابا الكراسان والناس جالسين لابسين مزيانين شي حويجاتهم كيتفرجوا في فيلم. ولا ما كرهتيش راسك تكون في ديك الوقيته؟ ما كرهتش والله. دابا انا مخيل بحال اللي مشيت سي ان فواياج دو لو طون وسافرت بحال اللي انا راه دابا تما كاين وتي انا لابس بحال الهوم وجالس كنتفرج في فيلم وجالسين مع راساتنا، ومن بعد ما نسالوا الفيلم غنمشيو لشي ريستورون ولا مطعم ناكلوا ونهضروا ونناقشوا على ذاك الفيلم وحنا فرحانين. لان السينما ثقافه هي الذاكره، هي بقات. مع الاسف انها ما كايناش، ولكن راه كاينه الروح ديالها مازال كاينه. انا كنشوف الروح ديالها مازال كاينه. شوف ليكرون فين كان بروجيكتور هو كاين هنايا، بي كتشوف لي بورت دونطري الناس ملي كانوا كيدخلوا. سي انكرويابل. حاجه وحده اللي ما غتعجبكش السي ادريس اللي هي انه هذه السينما هذه كانت ممنوعه على العمال ديال المنجم، كانت فقط خاصه بالناس ديال الاداره. حيت من قبيله وانا كنشوف شي حوايج كنت كنسمع مولاي تيهضر على بزاف ديال الحوايج، وكانوا بزاف ديال الحوايج ممنوعين على المغاربه في ذاك الوقت. ما يقدوش يعوموا في لابيسين. كنشوفوا بانه هذا لو بروبليم تطريطا اللي هو البروبليم ديال العنصريه كان شحال هذه وتطريطا بواحد الشكل كبير. تناقش على مستوى السينما، على مستوى الكتابه، على المستوى السياسي، والناس حلات المشاكل ديالها في ذاك الوقت. نحسوا بانه ما كانش هناك ميز عنصري، ولكن كان ميز عنصري لانه فعلا فاش تحس بان المغاربه بلادهم وارضهم انهم ما يعوموش في لابيسين ديالهم في الماء ديالهم. السينما كاينه في ارضهم، ما يشوفوش الافلام اللي هما في السينما ديالهم، انهم يكونوا هما فقط خدامه كيخدموا باش المستعمر ياخذ الطاقه ديال هذه البلاد، المناجم اللي فيها الخيرات ديال هذه البلاد، وفي الاخر يديها. وفين غيديها ليه باش تيبني، هي باش بنى بلادو وبناها باش بالخيرات ديالنا وبالعمال ديالنا اللي مساكن تلقاهم اللي هو الوليد ديال مولاي هو مات هنا حتى هو يعني، وناس عدد كبير ديالهم. بمعنى انه الناس ما كانش غير فقط انها كتقاوم وكتموت، انها كانت تخدم هذه البلاد وكتموت. سي ادريس عارف بانه هذه البلاصه عاجبك بزاف، ما كرهتيش تخرج منها بتاتا تبقى هنا، حيت فيها ذاكره، فيها تاريخ، ولكن كاين مازال ما يتشاف. اسمح لي شويه الله. حيت حياتنا كامله زعما هذه حقيقه وحنا كنعرفوها وعشناها.
حياتنا كنا المغاربه دائما كانوا تيضحيو بزاف ديال الحوايج، والتاريخ ذكر بزاف ديال الحوايج، ولكن مع الاسف انه بزاف ديال الحوايج ما موثقاش، بزاف ديال الحوايج ما عارفينهمش الناس اللي هي حقيقه. وهذه الحقيقه خصنا تبان للناس بانه المغاربه راه ماشي فقط هذوك اللي هزوا السلاح ولا وحدين اخرين اللي داروا حوايج اخرين، ولا راه هاد المغاربه اللي كاينين هما بزاف. تنظن بانه المغرب قريت كتبها بزاف، قريت فيها تاريخ، ولكن الحوايج اللي كتشوفها لهنا وكتحس بانه انت في وسط واحد المنطقه اللي هي المغربي كان ممكن انه يستافد اكثر، ماشي فقط يخدم باش هذاك الفرنساوي ولا ذاك الانجليزي ولا ذاك الالماني ولا ذاك الامريكاني هو اللي يعيش والاخرين زعما كاين غير ميتين. ماشي يكفي انهم تعطيهم شويه ديال الفلوس وتعطيهم شويه ديال الخبز والماكله والضوء وتقول هادشي ديالنا خيراتنا. هاد لاصال دو سينما بينات بانه حنا كاين فرق. هذاك لا بيسين بين بانه كاين فرق كبير. كنت نقول يمكن غنشوف فيلاج مغربي مزيان زويون، فيلاج مي سينما تكون هنايا في هاد مدينه بهاد الدرجه وفيها حياه في هاد الدرجه وفي هاد البلاصه بالضبط. ما عمري كنت توقع ما عمرك باش نشوف حوايج اخرين. ودابا هاد الغراسيون مولاي واش دار باليد ولا لا بالديناميت؟ لا مارطو كل هذا. ديك الساعه الغبره وقصار شي بوريمات تصور بالبارود والمارطو. كيديروا دابا التقابي ويشربوهم بالبارود ويديروا الخيط وكيجبدوا الخيط اللي بعد لهيه ويفرقعوا داكشي. لاباراي كانت لاباراي كيدور وكيتفرج على داكشي. كتفرج عليه غريب جدا. ولا قلت لك غتعيش معنا التجربه ديال العمال ديال المنجم وتحس داك الاحساس ديالهم. تفضل مرحبا. دخل معنا. جاتني غريبه الناس كيدخلوا. شعل هاد المره كتدخل شعل. الكاميو كاع شعل لينا الدوسي مولاي. الكاميو حضر راسك السي دريس. اجي ما تخافش اللي يعمروا مازال دابا مع الواد هو اللي يعمروا. هنا كانوا كيدخلوا عمال ديال المنجم. ماشي هنا، انايا راه حنا غير في البدايه. كانوا كيدخلوا لداخل ياك السيوم. الداخلين تيبقاو غاديين هكا مساكن. لا راه دخلوا الكاميو والكاميو يدخل حتى للسكيب. كاميو صغيره. الكاميو كبيره كتدخل من هنا. ما كتدخلش ولكن راه طلع دابا الواد اللي عمرو لو كان زدنا له قدام تلقاه واقفين حيت كاين داوي كبير. هادشي ما كان تحت هادشي. مازال دابا 3 متر عاد تحددوا هو بلاصه السكه. نزيدو ندخلوا شويه لداخل السيدي. راه عمرو غير الواد اللي عمرو نزيدو دابا. ندخلوا نشوفوا هادشي. ما غير الواد اللي عمرو. الاحساس ديالك السي دريس. في الحقيقه انا دابا ما نقولكش راه الواد اللي عمرو حيت دابا. داخل وكنكتشف وكنقول ويلي واش وقع هادشي هذا في ديك الناس الفتره. بصح هنا كيدخلوا. والناس كانوا كيدخلوا بهذه الطريقه هذه. لا كانوا كيدخلوا عادي. يمشي عادي والماتريال داخل عادي. الطراكس كيدخل داك الطراكس اللي ما عندوش الراس كيدخل. شفناك في التورناج، كتوجد التورناج ستريسي، عايش واحد العالم ديال التليفون والصداع. في واحد اللحظه كتسير راسك في هاد البلاصه هادي. بحال اللي كتحس براسك سولو موند بوحدك في وسط العالم. حيت دابا وانا كنسمع كنطلق ودنيا كنحاول غير نسمع راسي بعدا اللي ما عمري في المدينه ما كنسمعوش راسنا، ما كنحسوش براسنا اساسا، ما كنعرفوش واش حنايا عايشين ولا ما عايشين، لان حنا خدامين بحال دي ماشين. نهار ما تخدم انت ناعس وانت كتخدم، كتفيق بستريسي، كتفطر بستريسي، كتغدا بستريسي. الحياه ديالنا كلها ستريس. دابا انا كنشوف هنايا بحال ما تلغى له الطول، الوقت تلغى، الزمن، المكانه ما تنشوفهاش داير، بالطبع ما كنعرفوش دابا. وكنحاول انه دابا نسمع بزز عليك، كتحس براسك بانه كتسمع الداخل ديالك. سبحان الله بحال يمكن بحال النهار الاول اللي كيتولد فيها بنادم، تيكون ما تيسمع حتى حاجه، تيسمع على الذات ديالو والام ديالو، كيفاش العالم باقي ما شافش. عارف والو. هنا بهاد البلاصه هذه بالضبط حنا في وسط هذا الشيء هذا اللي انا ما عارفش شنو كاين لهيه، ما عارفش، ولكن حاس بان كانت حياه تما. كانوا ناس، كاين اللي كيخرجوا حيين وكيرجعوا ميتين، كاين اللي كيخرجوا مساكن صحاح وكيرجعوا مرض، كاين الناس اللي كتكون تما كاين راه خدامه، ولكن وحدين اللي الفوق راهم اللي كما شفتوا في لابيسين كيعوموا وكيشطوا وكيضحكوا، وهما مساكن هنايا كيمشيو يلاه باش يقلبوا على طرف ديال الخبز باش ياكلوه مع وليداتهم. خرجوا لنا وليتو. تعطيني واحد الدقيقه نجلس شويه مع راسي هنا بوحدي.
وحدي ممكن. عليك سي إدريس. بعد التأطر الكبير لدريس الروخ داخل أحد كهوف مناجم حولي والإحساس بمعاناة العمال المنجم، غادرنا أحولي في اتجاه منزل مولاي واللي كيتواجد بميبلاضن على بعد 10 كيلومتر من أحولي. ميبلاضن اللي هي بلدة أغلب السكان ديالها من عائلات قدماء عمال المناجم. يلا باي باي. هذا هو الضيف سي إدريس عندكم اليوم. مرحبا الله يبارك فيك لاله. وفي ميبلاضن لقينا أسرة مولاي كتسنانا بلهفة، وكان أحسن ترحيب بالضيف دريس الروخ وكلة محلية عبارة عن كسكسو مخضر على الطريقة المحلية. الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم. الله يكثر خيركم. شكرا. جلسوا معنا، اجي جلسي. مرحبا. شتيني صافي. يا سي إدريس خلطنيك الهالية. ما شفنا والو. شي انت عطيتيني وحده مخضره وانا غنعطيك وحده ملحمه. وحده ملحم. ملحمه. يلا خذ. بسم الله. ها هي بسم الله. ملحمه عاود. ياك غلبتو بعدا رديت لي الخير. انت ومولاي يعني عشتي في هذه المنطقه يعني بزاف. انا صافي حياتي كلها. التاريخ ديال المناجم ديال حولي يعني عشت المراحل كاملين. ولكن نهار توفى الوالد في المنجم واش عاقل عليه؟ اليوم عاقلين عليه. انا كبير على الدراري كلهم. فوقاش كان؟ اين عام توفى مسكين الله يرحمه؟ توفى في 73 صافي قريبا توقف. شحال كان خدم؟ طاح عليهم الجبل هو وواحد اخر شدهم نيت بجوج. طاحوا لداخل. لداخل. ما تجبدوش. جبدوهم طاح عليهم الصباح وجبدوهم في 1:30 ديال النهار. جابوا لهم واحد الماكينه اللي هزات عليهم التراب وجبدوهم. لا اله الا الله. ايوا ديك الساعه عطاونا مليون ديال العشاء باش درنا له العشاء. والوالده كتخلص دابا راه كتشد. واني زمان ولا تمزض زمان ما كانتش والو. ديك الساعه ضيعوها شحال من عام. ضيعوها شحال من عام. شحال من عام ما تخلص دار في وايور. نهار خلصتي لهنا لا دفعات الوراق وداك الشيء للدار البيضاء ولا ردوا لها كيعطيو لها دابا 56,000 ريال في 3 شهور. 3 شهور. وشحال كان خدم هو خدم تقريبا سيدي شي 28 سنه. الله 28 سنه. 28 عام. 28. اجي جلس حدايا. بزاف ديال الناس اللي توفوا في ذاك المنجم بزاف اللي دابا ممكن كل عائله هنا في ميبلاضان وحولي عندها شي قصه توفى لها شي واحد في العائله. المدينه ديالهم مدينه ديال غير صحاب الشركه غير اللي قلت لها شي مات باكسيدا شي طاحت عليه سيخه شي. المهم كلها باش مات. راه مدينه هنا ومدينه في الحلي جوج مدينات. لا اله ولكن حتى هما ديك الساعه سي دريس وضح لهم كل شيء. البلاكه في ام الغار صافي كيقولوا لهم النصارى كيدوزوهم هنا كيمشيو لحولي كيقولوا لهم شوف راه كاين السيليكوز راه كاين الخطر. كيشرحوا لهم هادشي. خذ بالك. ولكن الناس ما كاينش ديك الساعه لاش يمشيو مع الحرب ديال 44 ديك الساعه تزيروا الناس فرنسا مع الالمان وما عندوش الاختيار. وديك الساعه اش كيديروا لهم؟ راه ما كيبغيوش يجيو وكيقولوا لهم عارفين اش كاين وعارفين ما كيبغيوش يخدموا. ولكن اش كيديروا لهم؟ كيبقاو حتى لوقت الحصاد كيقلعوا بالكاميونات هنا في حولي وميبلان ويقبطوهم في بوميه كيعرضوا لهم للحصاد. كيقولوا واش تدخل الغار ولا تمشي للحرب. جوج قضيات صافي كيضربيني عيا. ما كيبغيوش يمشيو للحرب. ما كيبغيوش كيدخلوا مساكين كيمشيو للمعادن. مع المعادن والغيران ما عمرهم شافوا الناس داك الرعد. كيشوف الغار داخل في الجبل في السيفي مازال ما زعميش. وانت نهار توفى الوالد فين كنتي بالضبط؟ كنت معاه في المنجم. كنت عايش دائما في ذاك التاريخ ديال المنجم. صافي انا دابا هادشي كله دوزتو ما بقيتش كنشوفو قدامي. كترجع ديما اللور. دائما هادشي كله والله اللور كنشوف انا غير ديك الساعه غير في ديك الوقيته صافي. وخاطر ردني باش غادي ندوز ديك السكه ما ندوزهاش تبقى فيها دابا غادي نرجع لهاديك.
كتحلم بها كتعيش بها صافي كنعيش بها صافي صلى على النبي. هذا هو السبب علاش بقيتي في ديك البلاصه دابا. هذا هو كترجع السبب لها. باش بقيت معاه. احولي احولي نا انت صافي حياتك هي احولي. صافي. ومع الصداع دوزت بزاف الصداع مع الخدامه مع هذا سميتو صافي يعني. ولا قلنا لك سي مولاي ناخذوك من احولي ومن بلاضن ونديوك لبلاصه السي دريس. فين انا كاين؟ فين خدام السي ما دريس؟ نقدرش لا ما نقدرش. شد خدمه السي دريس. واخا يكون عندي العقل ديال 16 عام. واخا نقرا مع والو. واخا نقرا مع الجنون خرمان. احولي حولي علاش صافي لقيت راحت بالي تما صافي. حاس براسك مزيان؟ صافي حاس براسي مزيان مرتاح مع راسي مزيان صافي. دوك المشاكل ديال الدنيا كاع حيدتهم انا رميتهم صافي. ما بقاوش عندك حتى ما حاجه بقاوش عندي صافي. الحمد لله. صلى على النبي داك كيبين صافي حيدناه. التليفون دايز حيدتي البريز دابا انت صافي. دابا كاينش عندك البريز. دير واحد البراد سي. لا والو غادي نزيد لا واحد وتقول والله. يا سيدي الله يعاونكم. الله يعاون. سمحوا لنا الله يرحم الوالدين. انت اللي تسمح لنا. سمحوا لنا بزاف. سمحوا لنا الله يعطيك شوف الصحة. انت اللي تسمح لنا. انا كنت والله العظيم سمحوا لنا دا سيدي. انا كنت باغي نجلس معكم ونبات هذا النهار ولكن عندي شي دواء كناخذو ضروري خصني نمشي ناخذو. ان شاء الله واخا. دونك غنمشي ناخذو غدا ان شاء الله. ان شاء الله بحول حنا الله. معك. بحول الله ان شاء الله بحول الله. وشكرا ان شاء الله الله يعاونكم. خير. ان شاء الله العائلة كاملة. ان شاء الله بحول الله. الله يرحم الوالدين. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يعاونكم. الله يعاونكم. الله يرحم الوالدين. موعدونا غدا ان شاء الله. ان شاء الله. الله يلا يعاونكم. سي مولاي السلام ليله عليكم. سعيده. يلا يا بسم الله يا ربي. يلا نمشيو نرتاحوا. على بركه الله. من بعد ليلة استثنائية رفقة عائلة مولاي، لقاءنا من جديد كان في اليوم الموالي مع 5 الصباح لتناول الفطور. وهنا كانت المفاجأة حيث صر دريس الروخ على إعداد الفطور بيديه. مرحبا سي دريس. ارجديك بسم الله. الله يرضي عليك. زويته. ساش يا سيدي سي دريس. لا تبارك الله عليك. ابا لا عندي ما يتسال. ايوا زعما يمشي يقول لك محجوب حنا ما كنعرفوش. هاي كنطيبوا حتى حنا. لا تبارك الله عليك. فين هي لاله فاطمه ها الزهراء؟ هي جايه لا كنزرا. لا فاطمه الزهراء ما عندي ما يتسال. الفطور ديالي كيعرف مزيان. دابا انت كنتي معاه. وقعت له الخيمه. وقعت له الخيمه. ما وريتيه والو. غا بيني وبينك. حتى الخيمه يخدم. غا بيني وبينك والو. صافي نجحتي في الاختبار السيدي. شوف السيدي لا نجحتي صافي. ما عندي ما يتسال. صافي نجح. لا غنسنيو ليه. سيدي ما عندي ما يتسال له سيدي الله يعطيك. الله يبارك فيك. وما لازم لنا سمحوا لنا معلمكم. دريس بسم الله. بسم الله على يلا بركه سي الله. مولاي. يا ربي يلا آمين. الله يعاونكم. بعد تناول الفطور في حدود الساعة 6:30 الصباح، توجهنا رفقة مولاي من جديد صوب أحولي للبحث عن الأحجار المعدنية واللي كيتم استخراجها من بقايا أنقاض مناجم أحولي. هذا النشاط اللي كيتعتبر الوسيلة الوحيدة لأمولاي لكسب القوت ديالو، خصوصا أن المنطقة كتفتقر لأي نشاط اقتصادي من غير استخراج وبيع الأحجار المعدنية للسياح بعد صقلها وإعدادها. الجبل هذا دير فيهم فيلم ديال الويسترن. Jesus walks the night, preaching the paradise. A million men dead on the soul of the earth, and teacher closes his eyes. All the children rise up. وفين قال هرب مشى وياجي اش كتقلب اجي لهنا اش الهرب اجي اختي طاح عليك الجبل ندخلوا حنايا بجوج اللي مشينا فيها نخبط معنا. قلب ليك على شي بلاصه لا قبل هنا. لا نوجد ليك لا ما توجد لي والو هبط هنا. خفتي اخاف تهبط هاك ولا بدا حفر على الدب.
جانت عييتي. عاد رديت البال الساعه حيت انت نسيتي في هذا الجو عارف. وانا بعدا كنت حسيت في هذا الجو مع مولاي المعدن العائله زوينه. اش غادي خصني اخر بغيت تردوني عاود للتماره والخدمه. ردوني للتماره والخدمه. عندك 30 دقيقه تودع فيها مع السي مولاي. وهاد الجلسه معاك زوينه وهذا الشيء اللي تعلمنا واستفدت انا. بعدا كاين يعني شي حاجه اللي ما عمرها عرفتها في حياتي. تنعرف بان هادشي كاين ولكن كيفاش غنوصل له ما عرفتش نوصل له الا بك. ولكن عنده بزاف ديال الحويجات هو نساهم ذكراهم ولكن نساهم. ولكن انا خاصني نفكرهم ليه ضروري. 30 دقيقه نمشيو نشوفوا ان شاء الله. نمشيو نشوفوا باش نربحوا الوقت ونخليو دريس الروخ يودع عائلته مولاي على راحته. استقلينا السياره للعوده بسرعه للدوار. سلام. السلام سيدريس. عليكم. وسمحوا لنا بزاف. سمحوا لنا بزاف. يمشي سمحوا لنا بزاف. سمحوا لنا بزاف. والله لا سامحتها. هو كان رنسى. هو نسى وفكرت واحد عنده خصو 30 دقيقه خصو يشد الطريق. الله يبارك فيك. الله ما يبارك مسخاش فيكم. الله يبارك ولكن فيكم. بغيتك تاخذ لي التصويره معاهم. الله يعطيك الصحه. بكل خذ لي فرح. التصويره. اجي لهنايا نتصور معاكم. هاك الله يبارك فيكم. هاك الله يبارك فيك. شكرا. ها هي كنا هنا شتي كاملين. الله يرحم الوالدين. السلام عليكم. الله بارك الله يعاونكم. فيكم. شكرا. يا ربي الله فاطمه آمين. الزهراء شكرا. بارك الله فيك. سلموا على كل شيء. حسين بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. الله يبارك فيكم. الله يعاونكم. السلام عليكم. سوا. الله يعاونكم. الله يهنيكم. السلام عليكم. الله يعاونكم. عرفتي الا ما سخيتيش ابو دريس. لا اله الا الله اخويا. لا اله الا الله. ولكن دونك عرفتي الا ما سخيتيش وما كرهتيش تبقى معنا سي دريس. الضروره احكام اخي المحجوب. الضروره احكام. ولكن عندي لك واحد السؤال اخير تفضل. ابا دريس. بعد ما عشتي معنا هذه التجربه واش النظره ديالك للحياه غتبقى هي ولا غتبدل فيها حوايج كثيره؟ هو الحياه فيها بزاف ديال الحوايج اللي تعلمتهم اللي شفتهم اللي عشتهم مع ناس اخرين. ولكن هذه التجربه بالضبط تعلمت منها شي حاجه مهمه بزاف. تعلمت منها انه القناعه كنز كبير. وتعلمت شيء كبر من هذا، هو ان الواحد يقدر يعيش بابسط الاشياء. السعاده ما كتوجدش في صداع الراس، الطوموبيلات الكبار والديور الكبار، العمارات، الفيلات، كتوجد حداك. كنظن بانه هذه هي الحياه. انا بالنسبه لي توصلت مع مولاي ومع العائله ديالو بانه بلا صداع بركه. بغينا نعيشوا غير الاشياء البسيطه. حنا كنخدموا سي فغي للتاريخ وكنخدموا باش نوصلوا الاشياء للناس اخرين باش يبقى دائما العرق ديالنا، لان المغاربه كيبغيو انهم يتواصلوا. ولكن في الحقيقه الحياه هي انها راهي شي حاجه كحداك كدور انت عليها. الا قديتي تشدها شديتيها، ما قديتيش تشدها ضعتي منها. كنشكركم بزاف، كنقول لكم السلام عليكم. كنتمنى ان كل واحد عاش هذه التجربه مع هاد ليميسيون مع المحجوب مع العائلات اللي غادي تلاقاوها. كنتمنى انكم استمتعوا بهم اكثر واستفدوا منهم اكثر، لانهم هما اللي غادي يوصلوكم لهذه الحقيقه اللي توصلت ليها. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعاون. باي باي.